السلام عليكم لي زامي، مرحبا بكم معنا في قناة سناك دي زامي. موضوع اليوم غادي نقول لكم قبل ما تفتحوا سناك او قبل ما تفكر انك تفتح مشروع وجبات سريعة خصك تعرف واحد التحديات، واحد الصعوبات اللي غادي نذكرهم لكم ان شاء الله في هذا الفيديو. فما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا نبداو الفيديو ديالنا بدون تعطل. اول حاجه اخي اختي الكريمه كتفكر تحل سناك، المشروع الوحيد اللي عندك مثلا، خاصك تعرف بانك غادي تواجه الوقت، يعني خاصك تخدم بزاف، ياخذ لك الوقت بزاف. لهذا فلا كان المشروع ديالك الوحيد فعول انك غادي تخدم 14 حتى 16 ساعه يوميا. لهذا خاصك تنسى السهرات والخروج، تنسى الاستمتاع لواحد الفتره معينه، خصوصا في البدايه كيكون داكشي صعيب وكيخصك تاخذ الامور بجديه. انت غادي تستثمر فلوسك وغتحط فلوسك، فغادي تستثمر كذلك الوقت ديالك. من الحوايج اللي كتواجه الناس وهي الصبر على الوقت، يعني العمل لمده 14 ساعه او 16 ساعه. من الحوايج اللي خصك تعرف كذلك والتحديات ديال السناك او ديال المحل وجبات سريعه او ديال المطعم، فهو الوقت اللي كيدي لك كيؤدي لقله النوم، يعني كتولي عندك مشكل في قله النوم، كيولي عندك واحد في البدايه كيكون عندك مشكل في النعاس. فانت كترجع للدار كيخصك تقاد الاوراق، كيخصك تقاد شنو درتي، كيخصك تحسب، كيخصك دير بزاف د الحوايج. كتخدم في الليل واحد الوقت معين من الليل، يعني معطل كتخدم وكتشتغل لمدة أطول، لهذا كيدي لك الوقت وكيخليك تنعس مدة قليلة. كذلك من الحوايج المهمة في السناك واللي خصك تعرفها أو في مطعم وجبات سريعة وهي الوقوف الكثير لمدة طويلة، يعني كتوقف بزاف على رجليك. هذا كيسبب ألم في الرجلين وألم في الفخذين والعيا في الظهر. فإلا كان عندك مشكل في الوقوف فهذا مشروع لا يصلح لك، لأنك غادي تمحن بزاف وغيضروك رجليك غيضرك ظهرك. يعني إلا كان عندك مشكل الظهر أو الرجلين أو الركابي، هذا المشروع هذا ما كيصلحش لك أنك تخدم فيه أو أنك تخدم واقف لمدة طويلة. كذلك كدوز عليك واحد الشهر ولا شهرين كتولي تعصب، كتولي تستريسا، وناتج داكشي على انك ما كترتاحش بزاف، ما كتنعش النوم كافي. لهذا كيؤدي للعصب وستريس، مشاكل اللي كتبقى توقع لك في الخدمه. مثلا كيكون عندك بزاف الخدامه وبزاف الصداع وبزاف الروينه، كتولي تعصب على اقل حاجه في الاخر، يعني كتولي عندك نسبه العصب يقدر يجيك السكر الله يحفظ. المهم خاص الواحد يضبط الاعصاب ديالو ويوجد راسو نفسانيا لهذا الشيء. غادي يوقع عليه ستريس وعصب مع الخدمه، فهي خدمه كتعصب وكتستريسي، خصوصا ملي كيكونوا عندك الناس جايين باغيين ياكلوا وانت كتحاول تسربي اكبر عدد ممكن من الناس، وكيكونوا مشاكل وكيوقعوا مشاكل. مثلا شي حاجه كتحرق في الفران، عندك الصوص كتغلط فيها الناس، عندك هذا ما سربيتيش مزيان، هذه دارت طاحت في الارض، يعني كيوقعوا لك مشاكل اللي خصك انت تضبط داك العصب ديالك وتشربه. كذلك من التحديات اللي غتواجهك كيفاش تسير الخدمه ديالك، كيفاش تسير السيرفيس ديالك ويدوز في احسن حله ممكنه، يعني بالسهوله وبالزربه وبدون مشاكل. اخواني اخواتي كنت شرحت بزاف في هذا الموضوع، يعني خاص الواحد يحاول يدير الخدمه ديالو متسلسله، وكيكون واحد تيطيب اللحم وواحد تيدير الفريت. الا كانت الخدمه بزاف فكتحتاج خدمه بحال هكا، الا كانت الخدمه قليله فراه ما غاديش تكون الصعوبه. ولكن ملي كيكون واحد الوقت ضيق خصك تسربي الناس بزاف، هنا فين تيكون عندك المشكل ديال انك دير سيستيم ديال سلسله واحد مور واحد كتخرج الكوموند، ودائما الورقه ديال الكوموند كتمشي مع الكوموند، غادا اللي تيدير شي حاجه كيزيدها كيجمعها حتى كتجمع الكوموند وكتخرج. كذلك واحد الحاجه مهمه وهي العلاقه مع الناس، خاصك تكون اجتماعي وخاصك تبني علاقات مع الكليان ديالك، تعطيهم الوقت
وتحاول تصنت لهم اكثر من ما تدوي. يعني تحاول تصنت وتحاول تعطي الناس الوقت ديال الاختيار ديالهم ديال الماكله، وتحاول تكون جد مستمع وجد محترم الكليان ديالك. تصنت لهم وحاول تبني معاهم علاقه جيده ديال انهم يثيقوا فيك. تيقول لك مثلا تيقول لك انا غنمشي عند صاحبي ناكل، فهمتي؟ هو راه ماشي صاحبه، غير كليان ديالو، ولكن راه تيديرو بحال صاحبه. يعني كتولي الكليان ديالك تيولي بحال صاحبك، هو اميم طور غير في مجال العمل، ولكن راه تيبقى يجي عندك على اساس انت صاحبه، وانت كذلك كتبني معه علاقه جيده. مره كتسولو كيفاش الاحوال وهذا. كذلك خاصك يكون عندك الصبر الكبير. يعني قشابتك واسعه، خاصك تصبر على الكليان او على الزبون ديالك، خاصك تصبر عليه، حيت كل زبون وكيفاش داير. كاين الزبون اللي معصب، كاين الزبون اللي مرتاح، كاين الزبون اللي غا كيضحك، كاين الزبون اللي اي حاجه كتقلقو، كاين الزبون اللي ما يبغيكش تهضر معاه بزاف، كاين الزبون اللي كيبغيك تدوي معاه. انت خصك تحاول تكون تترضي جميع الزبائن. يعني تحاول تفهم الزبون ديالك وتحاول تضحك معاه وتهضر معاه، وداك الشيء في نطاق محدود. وكل كليان مع التجربه غادي تولي تعرف الكليان ديالك كيفاش دايرين، وغادي تولي تفهم العالم ديال الكليان كيفاش داير، او عالم الزبون كيفاش داير. يعني كل زبون وكيفاش داير. المهم هو انه كاين شي وحدين غيعصبوك، ما تحاول ما تنيرفاش، تحاول تصبر عليهم وتحاول انك تلبي ليهم الطلبات ديالهم واخا تيكونوا تيعصبوا، فهمتي؟ كذلك من الصعوبات اللي خاصك دير، خاصك تفكر في الماركتينغ ديالك، الاشهار، وفي داكشي ديال الاشهار وكيفاش غادي تشهر راسك وكيفاش غادي تفرق الاشهار على الناس. هادو من الحوايج اللي كيشوفهم الانسان، كيفاش دير المنيو ديالك، الماكله ديالك، الثمن ديال الماكله. هادو تحديات اللي كيبغيو خبره وتيبغيو انك تستشر الناس. لهذا خصك تبني علاقات مع الناس اللي في الدومين ديالك، اللي تيديروا محلات واللي عندهم ديجا محلات. حاول تاخذ منهم افكار ديال كيفاش يديروا المنيو، كيفاش يديروا مثلا اثمنه. حنا كقناه كنقدموا هذا الشيء، عندنا بزاف فيديوهات تقدروا تطالعوا عليهم في القناه، دخلوا وغادي تلقاو فيديوهات كتار اللي كنهضروا فيهم على كيفاش دير الاثمنه وكيفاش تختار المنيو ديالك، شنو الماكله اللي مشيه. درنا كوكتيل ديال الفيديوهات، ومازال ان شاء الله جايين معنا فيديوهات اخرين. من الحوايج اللي غتواجهك كذلك بعض المشاكل اللي كتكون شي مرات مع الجيران. يعني الجيران ما كيتقبلوش محل الوجبات السريعه، كتطلع عليهم ريحه الماكله، كيكونوا عندك بعض المشاكل مع الجيران او مع المحلات اللي حداك. حاول انك تبني علاقه جيده مع الجيران ديالك، وتكون دائما خدوم كما تيقولوا، وتكون مبادر انك تعاون اللي حداك ويتعاون معك حتى هو. وعلى سبيل المثال حنا مثلا كنتعاملوا مع السناكات اللي حدانا، فإلا خصاتنا شي حاجه شي مره كنجيبوها من عندهم، وبزاف المرات حتى هما كيجيبوا من عندنا شي حاجه اللي خصتهم. وكنحاولوا اننا نبنيو علاقه عاديه ديال الجيران، حق الجار على الجار. يعني ما يخصش يكون عندك مشكل مع الجيران اللي حداك او مع السناكات اللي حداك. يعني حاول تخلق واحد الجو اجتماعي ديال احترام الجار، حتى من ناحيه انك دائما غادي تحتاج جارك، الا ما احتاجيتيش اليوم غتحتاجو غدا، وهكذا دواليك. من التحديات كذلك اللي غتواجهك وهي علاقتك مع العائله. ملي كدير محل او كدير سناك او كدير مشروع كياخذ لك الوقت الكثير، لهذا كتلقى مشكل مع العائله ديالك اللي كيبقاو يضغطوا عليك. مثلا غتلقى مشاكل حتى مع والديك، ما يبغيوكش دير محل، تيقولوا لك راه ما يصلحش ليك وما ينجحش. لهذا اخواني اخواتي، حاول تبني علاقه حب مع العائله ديالك، حاول توصل لهم الافكار ديالك بطريقه مباشره وواضحه، وتكون عندك ثقه في داكشي اللي كدير. حاول تقول لهم انا ان شاء الله راه غادي ننجح، حاول تبين لهم ان الوالدين ديالك انك غادي تنجح ان شاء الله وغادي توفق في هذا المشروع. يعني حاول تاخذ الامور واضحه تكون مع العائله ديالك، فحاول انك تشرح لهم بهدوء وبدون مشاكل. حاول تفاهم معهم وتشرح لهم بانك غادي تنجح ان شاء الله، والامور بيد الله، فغير السبب، وبنادم كيترزق فالرزق بيد الله.
اخواني اخواتي، اهم تحدي واخطر تحدي اللي كنشوفو انايا هو هذا التحدي ديال انك تدخل محل تحل بدون تدريب. بدون تدريب اخطر حاجه ديرها وهي بدون تدريب. هذا مشكل وقعنا فيه، ولكن الحمد لله تداركنا الموقف. غير هو خاص الواحد يدخل بتدريب، خصو يتدرب. الا كنتي غتحل اليوم تسنى شهر وخدم، حاول دير بزاف لي تيست تجارب الماتيريال، حيت راه ملي كتدخل وتحل الماتيريال كيخسر. فران كتلقاه كيحرق لك بيتزا، كتلقى بزاف المشاكل. يعني الفران كيبغي واحد المده باش تفهمو، باش تعرف كيفاش كيطيب. كلشي الماتيريال كيختلف من صناك لصناك، غير كتبدلو. غير فران في جهه اخرى ما تيحرقش بيتزا، وفران في جهه اخرى كيحرق بيتزا. فران كيطيبها دغيا وفران كيطيبها معطله، نفس درجه الحراره. كيختلف الماتيريال من ماتيريال لماتيريال. لهذا انت خصك ضروري التدريب. وكذلك التدريب على انك غادي تحل محل، خاص تكون عارف بزاف د الحوايج ديال مثلا كيفاش تسير المحل، كيفاش دير الخلصه ديالك، كيفاش تهضر مع الكليان، كيف هادشي كامل كيبغي تدريب. ونفرض انك حليتي جاوك الناس بزاف، يعني غادي يكون عندك مشكل كبير، ما غاديش تقدر، حيت بزاف الحوايج انت باقي ما حافظتش البلايص ديالهم. باقي عندك البلايص كل حاجه فين حاطه، يعني يلا تلقى البلاصه المزيانه لكل حاجه. موس الا لقيتي ليه بلاصتو، يعني كتبقى في الاول تلف، ما كتمشيش ليها نيشان. يعني كتقول تمشي تقلب على الموس، خصك تراجع الموس فين كاين. تتوقع لك هذا المشكل، هو تيعطل وتيخلي الكليان كياخذش الثقه الكامله فيك، كتبان ليه بانك غير محترف. واخا تكون دوزتي سنين في واحد المحل، ملي كتهز وتحط في محل اخر كيبان لك خدمه اخرى، كتولي واحد اخر، كتولي ما كتعرفش. يلا خصك تبرمج على داك المحل الجديد، مع الماتيريال الجديد، مع داكشي اللي عندك جديد. لهذا اخواني اخواتي، اهم حاجه من الحوايج مهمه هي التدريب خصوصا على في المحل اللي غادي تحل. وحاول انك تدرب، واخا تكون حاط غير فلوس نتايا والناس غيخدموا عندك، حاول تدخل معاهم، حاول تعرف كيفاش الامور كتمشي، حاول يكون عندك فكره، تكون عندك بزاف الامور ضابطها باش تشد راسك، باش تكون واقف على رجليك. في حاله الا خصك شي واحد انت تقدر تقوم ديك المهمه، مثلا خدام ما قدرش يجي، خدام مريض، يعني انت غادي يوقعوا لك مشاكل، يعني خصك تكون كفء انك تخدم. يعني تقدر انت تعوض الخدام، تقدر دير اي حاجه واخا تكون غتحطها الفلوس. المهم اخواني اخواتي، كنتمنى يفيدكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كنسجل لكم وفي العيا شويه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في القناة دعما لنا لنواصل نشر المزيد. السلام عليكم وإلى اللقاء.